زول في اللون سكين ظلار داس 26 مراوز دي فورا دي طابلس فرن داتاس مزيغان سوانين مزيغان وكان فقنن الغيظ نسن فين كي ديضغان اما لاسني يزغين ذاكن دي طابلس نغلف ندخل نزون داخل نبط فاضلة ليبيا يكس الحي عبد الحميد بيبا الى ونغلف نس ندخل عماد طابلسي يفكر لامر وكني ادفرنس سكانواس وكني هذا عفسن نار سمسن اني امازيغ شكي غاضت الحال امازيغ ليبيا كي تولي ما تصي ديفران ذي كانت مدينين يشبان الزوار نالوت يفرن قدران نفوسها فقدن الغيظ نسن شاف كانت سعادة سكين ذا الأربعة يوكن هذا مليون ذي طرابلس سما نخفوكني أتسكن الغيظ نسن أوغار شكين جان سولاس يون مغناس أنا علي يعدد كان دي تيكوزاك نسولاس سوذ من تليفون شكون زميرها ونسميرها نسيول سوذ من نظام مس علي زلف لايك أو يفنى تصمد ذا شكي يظهرنا كان ذي طرابلس السكين. دكتور رشيد، كيف الحال؟ هل أنت بخير؟ اشتقت إليك كثيرا سيد دكتور رشيد. نعم، الحدث اليوم كان حدث عالمي وتظاهر جميع المدن الأمازيغية والمدمزغية والطوارق في الميدان الشهداء في العاصمة، في عاصمة ليبيا مدينة طرابلس، من أجل الدفاع عن الهوية والأصل لهذا التراب الحامي، الهوية الليبية، الهوية الأمازيغية، ضد المعاملات العنصرية، ضد تدنس الراية الأحرار، راية الأمازيغ، من قبل أشخاص تابعين لوزارة الداخلية، المكلف أو الميليشياوي سابقا عماد طرابلسي. وزارة الداخلية التي تمثله الحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد البيبا. هذا الوزير العروبي العنصري حاقد من مدينة الزنتان، يريد أن يلغي أو يمنع أي علم آخر في ليبيا الذي يمثل الهوية الأمازيغية. يريد أن يمنعه من رفعه في فوق الأرض وتحت السماء. شكرا لك كثيرا دكتور رشيد تمرت على اهتمامك بالشأن الأمازيغي والتغطية الإعلامية للأمازيغ ليبيا يا دكتور رشيد، بارك الله فيك. تنمية ثم السعالين كاسلامة ديما السعالين أنا مغناس سينالو تيديز كان قدر نفوسها ثم كنت جارت سكينات تغني وين فيديو ثينات كان وثمثنا المزيان ليبيا أثني دوالي مهي إسيا أنو ليل ثمليين يظنوا دينير قيماتي ثالويث. عياط تفسوي نتن اللي تقرولا اصفر تاقوني ليبيا سونرنا زوارة دسار يكرن مصراتن ادودرن نفوسا مصراتن ادودرن نفوسا يدر فان المنطقة والتنساني ليبيا تماقيت التران تماقيت التران أتامتني مناين الرقسان رقازان أي مزرونة اللي نوريك سيد أمان أي كدود الليبيا أي رنتك رولا صوت الضاغط فويتنا دولي بوجنا.
نحن المتظاهرون اليوم في ميدان الشهداء من كل المدن الأمازيغية، من الصحراء إلى جبل نافوسة إلى زوارة، ومن مدن ومناطق ليبيا إلى عاصمتنا الحبيبة طرابلس، نؤكد إدانتنا لحادثة تدنيس رمز الهوية الأمازيغية من قبل مجموعة تتبع جهات ومؤسسات حكومية. عليه نعلن الآتي: ندين الصمت المستمر من قبل المؤسسات الحكومية والمجلس الرئاسي حيال حادثة الاعتداء على رمز الهوية الأمازيغية. 2. العمل وبالشكل العاجل وإلقاء القبض على متسببي هذه الحادثة وتسليمهم لمكتب النائب العام. نطالب بشكل عاجل إقالة وزير الداخلية المكلف ورئيس جهاز الأمن العام، وذلك لمسؤوليتهم التامة عما حدث واستفزازهم للأمازيغ في أكثر من موقف، وتكليف شخصيات أمنية وطنية تملك من الخبرة والكفاءة ما يمكنها لذلك. ختاما، نؤكد على ضرورة تنفيذ مطالبنا من قبل حكومة الوحدة الوطنية. عاشت ليبيا حرة أبية، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. أتدرت ليبيا تادرفت. حرر بمدينة طرابلس بميدان الشهداء يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025. بيان ديوان المجلس البلدي وأعيان وحكماء وشباب ومؤسسات المجتمع المدني ببلدية كباو بشان حادثة قيام مجموعة مارقة عن القانون تزعم تبعيتها لجهاز بما يسمى الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، حيث قاموا بإرغام المركبات المارة بدهس وتدنيس راية الأمازيغية. أيتنا ستماي مزيغ ليبيا مايت اللام تكمل ستينيري أن أدرار أنت مراوين اللان دي ليبيا كل تلمير لكن أسو نش ندهس الميدان يخافون ميدان الشهداء دي تام قرنتنا طرابلس العاصمة طرابلس نملاي من مزيغ كل تظاهرة مقالط ضد حادثة تدنيس رمز الهوية مازيغ لينيت أشنية لنا تظاهر تدفر جودا المواقف بعد الحادث. طبعا يقول الاعتصام التظاهر ضد مراوين درار دي تامور دي طرابلس. بيان اهالي بلديه زواره الكبرى حول الاعتداء على علم الهويه الامازيغيه. الزلف لون بكل غضب وسخط ندين باشد العبارات الجريمه النكراء المتمثله في تدنيس الرايه الامازيغيه، هذا الرمز الذي يجسد تاريخا عريقا ونضالا طويلا من أجل الحرية والهوية والكرامة. إن هذا الفعل الجبان اعتداء سافر ليس فقط على الأمازيغ بل على كل القيم الإنسانية والمبادئ الديمقراطية التي تقوم على التعددية والاحترام المتبادل.
إننا نحمل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن هذا العمل الاستفزازي، ونعتبر صمتها أو تهاونها بمثابة تواطؤ غير مباشر مع المعتدين، وعليه فإننا نطالب: 1. فتح تحقيق فوري وعاجل للكشف عن هوية الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن. 2. إنزال أشد العقوبات على المتورطين حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس برموز وهوية الأمازيغ. 3. اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الاستفزازية التي تهدد السلم الاجتماعي. 4. تحمل الدولة مسؤولياتها الكاملة في حماية رموز وثقافة الهوية الأمازيغية، وعدم السماح بأي شكل من أشكال العنصرية أو الكراهية الممنهجة. نؤكد للجميع أن مثل هذه التصرفات الهمجية لن تثنينا عن مواصلة الدفاع عن كرامتنا وهويتنا بكل الوسائل المشروعة، وسيبقى ولاؤنا دوما للوطن وعلم الأمازيغ مرفوعا شامخا رغم أنف الحاقدين. عاشت ليبيا حرة أبية، المجد والخلود للشهداء. حرر يوم السبت الموافق 22 فبراير 2025 بمدينة زوارة. الزلف الله نضم قرار تنمية ونضم قرار نتشين طبعا قبل كل شيء ما عندناش مشكلة إذن اللي بين نقل اللي بين ديتماتنا، لكن نتشين أيضا علم الهوية اللي قد من فلس الشهداء إذا من نسن تنميرتي كل من يحضر نغداق الحراك نتشين لا عندنا مشكلة إذن ليبي دهيتك ليبيا، بالعكس نتشين نتجمع قليبين ونتوحد قليبيا تنميرتي. بخصوص ما يحدث من استفزاز وتهجيج للفتن بين أبناء الوطن الواحد، نحن إخوتكم أمازيغ رحيبات ندعو كل الحكماء من جميع ربوع ليبيا الوقوف أمام كل من يريد أن يشعل فتيل الفتنة بين الإخوة. الرسالة تاعنا عطت نص الشهود يا العالم كيتنت أزل هذا نقمات في تودها سوايقا العالمنا نشاك ولن نقمات في الاستنكارنت ورنا رادي لسه كرر الرضوان هذا في الوقت الذي أثار فيه أمازيغ ليبيا وترفعوا عن المكاسب السلطوية في سبيل استقرار وسلامة ووحدة الأراضي الوطن وتضحياتهم عبر التاريخ في سبيل الوطن، في الوقت نفسه تنتشر مقاطع مصورة لمجموعة تابعة لمؤسسة حكومية كان من واجبها حماية سلامة الوطن ومقدساته وأمنه القومي وسلمه الأهلي. جزوله في اللون تكملم يمازيغ نقول مانيت الليم يطمورا كول المطالب لنا غاشي نخسن كان نلاقي الدستور الحق لنا الشرعي، فنشي المفروض نشي نطالب نشي نهنوي، يجب ان نشي يمازيغ نقول انت وحد باش نهنوي الحق لنا، لان نشي غاد نطلب معنا نشي صاحب حق، مش لازم كان غاد تويق لازم فرض غيماني لان قعدت تهنيت النو نجد ماجيغ السكان اللصيين لليبيا تهنيت نجدي جنسا لليبيين اللي دهنيت قاعد تهنيت نلول ده نمود دهنيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان أهالي وأعيان ونشطاء ومؤسسات المجتمع المدني ببلدية يفرن. نحن أهالي وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني ببلدية يفرن يدينا ما قام به مجموعة ممن يتبعون جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية وبعض المواطنين بتدنيس راية الهوية الثقافية الليبية راية الأمازيغ في أحد الفيديوهات المتداولة في صفحات التواصل الاجتماعي بأحد أحياء مدينة طرابلس، ويعد اعتداء على التعايش السلمي بين الليبيين. كما ندين بشدة هذا العمل المشين الذي يستهدف طمس هوية ونشر الكراهية وإثارة للفتن بين الليبيين. الزلف الله وني مزاغ مانيت ليم نتشي الدكتور حسن الشطور
عضو الحراكي ذات لمزيغن في المدينة القلعة نتشين أدس نسد هذا الميدان الشهداء لمزيغن بعضنا باش نسود الرسالة أن معاشا يتعاود أي واحد يتعرض إلى هوية النغ على مستوى ليبيا نتشين رسالة نغسة مقرد نسد جميع المدن باش نسود رسالة اللي ودنا أن تشراد هوية النغ عاد الأصل النغ عاد التاريخ النغ عاد الانتماء النغ لابد نمشي نحافظ في الناس ونقص حتى نسود الرسالة تيطن اللي نعناش النغ مش النغ نعناش بالمستقبل. بيان المجلس البلدي القلعة بشان الاعتداء السافر على علم الهوية الأمازيغية في تصرف مشين يعكس عقليات بائدة وأفكارا متخلفة. شاهدنا اعتداء جبانا على علم الهوية الأمازيغية في خطوة استفزازية تمثل اعتداء صارخا على مكون أساسي من مكونات وطننا وهويتنا. إن هذا الفعل الجبان ليس مجرد استهداف لراية، بل هو محاولة مفضوحة لضرب القيم وإدارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد. في ظل التصعيد الخطير الذي شهدته طرابلس من أفراد يتبعون وزارة الداخلية وبلباسهم الرسمي وسيارة تابعة للأمن العام من إهانة متعمدة للعلم الأمازيغي الذي يمثل هوية الأمازيغ، وفي محاولة بائسة لترهيب الأمازيغ وإدلالهم. فإننا أبناء الأمازيغ بمدينة جادو التي دفع أبنائها دماء غالية من أجل أن تكون ليبيا للجميع وبالجميع، وتنبذ العنصرية والتطرف والتفرقة بين مكونات الشعب الليبي. نعتبر هذا الفعل جريمة عنصرية مكتملة الأركان تستوجب محاسبة صارمة وليس مجرد استنكار أو اعتداء شكلي. إن دهش العلم الأمازيغي ليس مجرد تصرف فردي، بل عمل ممنهج يعكس ذهنية الإخصاء والتطهير العرقي الذي تمارسه بعض الجهات النافذة في الدولة ضد الأمازيغ، متجاهلة حقيقة أن الأمازيغ كانوا ولا زالوا أصحاب هذه الأرض وجزء أصيل من ليبيا لا يمكن محوهم أو تهميشهم. وبناء عليه فإننا نؤكد على الآتي: 1. تحميل وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء المسؤولية الكاملة عن هذا العمل العنصري وإقالة ومحاسبة كل المتورطين، وإذا لم يحدث ذلك فإننا لدينا خيارات نستطيع تنفيذها. 2. الاعتذار الرسمي والعلني من أعلى سلطة في وزارة الداخلية يتضمن التزاما واضحا بعدم تكرار مثل هذه الممارسات. 3. التحذير بشدة من مغبة السكوت على هذا الفعل الجبان. صدر في مدينة جادو بتاريخ الجمعة 21 فبراير 2005